السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي عاملين؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنعملوا الغريبه ديال الفول السوداني او الكاوكاو. غنحتاجوا 500 غرام ديال الكاوكاو يكون محمر و200 غرام ديال السكر سنيده. غنعملوهم في الهشوار ونطحنوهم. هنا الحبيبات ديالي غنعملوا الكاوكاو ديالنا رقيقه بعد ما طحناه. كنعملوا معاه نص، ماشي نص، 4 الكاس ديال الزيت النباتيه. كنعملوا واحد القبيصه ديال الملحه، وكنعملوا ملعقه صغيره ديال القرفه، 2 معالق ديال الكاكاو المر صغارين، جوج معالق ديال العسل اولا كونفيتور ديال المشماش باش كتعطينا ديك التعليكه. معالق يكونوا كبار. كنجمعوا هاد المكونات مع بعضها. ملي كنجمعوها مزيان بهاد المكونات كنبقاو نضيفوا البيض، كنضيفوا وحده بوحده. كنضيفوا الاولانيه ومن بعد كنعملوا وحده وكنخلطوها، وكنبقاو نضيفوا تدريجيا. كنضيفوا الخميره، كنعملوها شي كامله، كنخليو شويه وكنضيفوا البيضه الثانيه تدريجيا باش ما تجريناش الخليط ديالنا، ما يجريش، ما تجيش خفيفه بزاف. خصنا غير نجمعوها باقي كخصها. وحتى الا مثلا جات خفيفه كتجبروا اي حلوه عندكم، كطحنوها مزيان، كتضيفوها معاها وكتعوض الحلوه، ما كتبقاش خفيفه. هي الا كانت خفيفه بزاف راه ما تجيش مزيانه. نكملوا على البيضه ديالنا. انا قلت لكم الاخوات بان الحلوه ديالنا يعني احتاجينا غير 2 ديال البيضات، ودا كانت باقا ناشفه كنزيدو، ولكن تدريجيا، ماشي نيشان كتعملوا بيضه كامله، لا، كتعملوا شويه بشويه. هنا الحبيبات البيان ديالنا زدت له بيضه، يعني عملت له 3 د البيضات. من بعد جمعت العجين، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي هيدا معلقه. ومن بعد غنكوروها ونعملوها في السكر كلاصي سبيسيال. من بعد ما غربناه وغنعملوا التزيين نوا ايفيلي، يعني كتعملوا لاطا فيها ورق ديال الطبخ، وكنعملوا فيها الحليوه ديالنا على بركه الله. كنكوروها على هذا الشكل هذا وكنعملوها في السكر كلاصي،
وكان نخليوها في سكر كلاصي مده اطول. وحنايا كنعملوا له هاد التفنيد، كنفندوها بزاف. من الاحسن نخليوها نعملوا كويرات اخرين ونخليوها تشرب ديك السكر باش كتجي الوجه ديالها فيه السكر وكتجي مزيونه. انا الحبيبات ملي كنفندوا الحليوه ديالنا مزيان كنهزوها نعملوا لها هاد القريصه بحال هيدا، وكنعملوها في الطاوه ديالنا هيدا على هاد الشكل هذا، وكنعملوا لها النوائفيلي باش كنزينوها فقط. نعاود وحده اخرى كنهزوها وكنعملوا لها هاد القريصه هيدا، وكنحاولوا ما امكن نبعدوها على اختها هيدا بهاد الطريقه، وكنعملوا لها النوائفيلي من داخل. نستمروا على هاد الطريقه حتى كنساليو الحلوى اللي عندنا. كنحاولوا ما امكن نهزوا معها شويه السكر باش كتعطينا ديك اللمعان والتشقق كيجي فيه السكر كلاصي هيدا بهاد الطريقه. غنبقاو مستمرين تنساليو الكميه اللي عندنا. الحليوه ديالنا ها هي دابا ان شاء الله. شعلنا الفران على 180 درجه، غندخلوها الطيب، غنطيبوها من تحت ومن بعد نشعلوا عليها من فوق باش تحمر، ومن بعد نرجعوا باش نوريوكم كيف جات. هانتوما الحبايب ديالي الملوزه ديالنا كطيب. ايوا ملي طيب ديك الساعه نوريها لكم كيفاش جات. شوفوا البنات كيفاش جات، رائعه، تشقت ورجعت ما شاء الله. الحبيبات شوفوا الحليوه كيفاش جات ما شاء الله، كامله مشقه روعه وعد معلقه ما شاء الله كيفاش جات. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا، وكل عام وانتم بخير.